وداعًا بقى للمنظفات، وداعًا للكلور اللي بياكل الهدوم، النهارده جايبة لِك وصفة سحرية، بجد بجد هتنبهري من النتيجة، وكمان هتتصدمي من المَيّة اللي نازلة من الهدوم بتاعتِك وبتاعة أولادِك خصوصًا في فصل الصيف طبعًا. هاقول لِك النهارده على وصفة سحرية وجميلة جدًا ومجربة مرة و2 و3، عايزة أقول لِك بجد بجد النتيجة هتبهرِك، امشي على الخطوات بالضبط، وبجد بجد وداعًا للمنظفات، النهارده معايا وصفة سهلة وبسيطة بشوية مكونات مش هتتخيلي إن إحنا ممكن نحطها على الهدوم البيضا والنتيجة كده تبهرِك. هتسمي الله ونصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، وتبعتي الفيديو ده لكل أصحابِك وحبايبِك وقرايبِك اللي يهموكِ، واللي تحبيهم عشان قناتنا تكبر بيكم يا أغلى إخوات في الدنيا. هنبدأ كده نسمي الله ونجيب كوباية من الصابون السائل بتاع الأطباق العادي جدًا، نُص كوباية، كوباية حسب الكمية اللي أنتِ هتغسليها، يعني حسب كمية الهدوم اللي أنتِ هتغسليها، وهتنزلي عليها بكيس من البيكنج باودر أو الكيك شيف أو الصودا آش، المهم يعني زي ما بتسموه عندكم يعني حاجة اللي هي إيه، صودا الخبز، صودا الخبز، أيًا كان بقى بيكربوناتو، كربونات صوديوم أقصد، أو بيكنج باودر أو كيك شيف. المهم الموجود عندِك. أنا الصراحة كان عندي الاتساخات زايدة شوية، فنزلت بالمكونين، نزلت بالبيكنج باودر، كيس من الكيك شيفز اللي أنتم شفتوه، وكمان معلقتين كبار من الكربوناتو. والمكون السحري النهارده معانا موجود في كل الصيدليات، الأكسجين، ماء الأكسجين، ما تخافيش مش هيعمل حاجة في الهدوم، هو أحسن من الكلور، وأحسن كمان من مكونات كتير تقدري تستخدميه بكل سهولة، يخلّي معاكِ الأبيض ينوّر ويزهزه. كل ما تحطي مكون لازم تقلبي كويس جدًا، ما تخافيش من الفوران ده عشان كده أنا حطيت الكوباية في قلب الطبق، طبعًا احتياطي عشان الفوران ده أنا عارفة إن هو بيحصل. هتجيبي كده أي بقى إيه، أي حاجة عندِك هتنضفي بيها الهدوم، أي مسحوق يعني، الأوكسي باللافندر ده تحفة وريحته روعة جدًا، جدًا، وكمان مش مقاطعة، لازم طبعًا نحاول لآخر لحظة، ربنا سبحانه وتعالى هيسألنا على اللي إحنا عملناه، إحنا نحاول لآخر لحظة وآخر دقيقة نحاول نعمل اللي نقدر عليه، لإن إحنا مش مخيّرين، إحنا مش يعني حاجة غصب عننا يعني. المهم طبعًا هنبدأ كده نسمّي الله ونصلّي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، وتعملي كل المكونات كده زي ما أنتِ شايفة بالضبط، تبدئي تقلّبي كل الأريال مع الصابون، مع البيكنج باودر، مع الكربوناتو، مع ماء الأكسجين، بس كده لأ لسه، لسه في شوية مكونات، وكمان في حاجة أنا حطيتها مش عارفة نسيت الكاميرا تقريبًا كانت مقفولة، حطيت نُص كوباية من الخل الأبيض الخام، خل أبيض خام، تحفة جدًا، جدًا في الهدوم. وجبت بقى كمان الزهرة البيضا أو الصودا آش، الزهرة البيضا حطيت معلقتين كبار من الزهرة البيضا أو الصودا آش، تحفة في الهدوم يا جماعة، بتخلّي الأبيض ده بينوّر، وعايزة أقول لِك كمان من غير خل المكونات دي كلّها تنفع للألوان برضه عادي جدًا، ما فيش أي مشكلة، آمنة على الألوان وحلوة جدًا، جدًا، وهتخلّي معاكِ الأبيض بينوّر ومزهزه، وعايزة أقول لِك بجد هيفرق معاكِ كتير جدًا، جدًا في شكل ولون الهدوم، خصوصًا بتاعة الأطفال اللي بيبهدلوها في فصل الصيف، الياقات بقى بتاع القمصان والأساور بتاعة جوزِك والكلام ده كلّه، هتخلّيها تحفة. هتبدئي تقلّبي كل المكونات دي زي ما أنتِ شايفة كده مع بعض، ولو طبعًا الكمية كبيرة ضاعفي الكمية، لو الكمية قليلة اعملي المكونات دي بالضبط. أي بُقعة بقى كده في أي فانلة أو أي قميص أو أي حاجة، هتفتحي القميص كده أو الفانلة وتبدئي ترصي كده بالمعلقة كده حبّة صغيّرين يعني من المكون الخطير اللي إحنا عملناه ده، ونبدأ كده نلِف زي ما أنتِ شايفة. طبعًا لو البُقع عندِك يعني الاتساخات زايدة شوية، ممكن تسيبي الفانلة أو القميص شوية في الخلطة دي، ما تخافيش مش هتعمل فيها أي حاجة، هتجهّزي مَيّة سخنة جدًا. مَيّة سخنة إيه، مَيّة سخنة جدًا. طبعًا دي مرحلة قبل ما نحطّهم في الغسالة، أيًا كان بقى الغسالة نوعها إيه مش هتفرق. وهاقول لِك برضه على المكونات اللي إحنا هنحطّها في الغسالة، هنبدأ كده نجيب طبق كبير وهنجيب الخليط اللي إحنا عملناه مع بعض ومَيّة سخنة جدًا، جدًا بتغلي. أنا ما اكتفيتش بكده، هاقول لِك دلوقتي أنا عملت إيه، شايفة الفوران المَيّة عاملة إزاي؟ حطّيت المكون بس اللي إحنا عملناه مع المَيّة اللي بتغلي والفوران، ده طبعًا الحبّة اللي كانوا في الطبق مش هنرميهم. نبدأ كده نجيب الهدوم بتاعتنا وما نحطهاش دفعة واحدة، لازم نحطها قطعة، قطعة، حاجة، حاجة، علشان طبعًا كل حاجة تكون واخدة يعني إيه كفايتها كده من المسحوق اللي إحنا عملناه والخلطة الجميلة الجبارة دي. على فكرة أنا لقيت الهدوم ما شاء الله كتير، رجعت عملت تاني نفس الكمية وحطيتها تاني عليهم، وهاقول لِك هنعمل إيه دلوقتي، امشي على الخطوات بالضبط، وبجد لو عندِك الاتساخات بقى لها سنين
هتجيبي بقى كام ليمونة كده محترمين، يكونوا مثلًا إيه منسيين، أي حاجة، المهم يعني مش هتفرق. وتبدئي تعصري، شايفة الفوران أول ما تضيفي الليمون، الفوران عامل إزاي؟ هتفوّر كل الدهون والبقع والاتساخات، لو في أي دهون والّا حاجة على مثلًا شوكولاتة، أي حاجة، بقعة زيت، بقعة شحم، أي حاجة على الهدوم البيضا، طبعًا حاجة بسيطة مش كتير يعني. هتبدأ طبعًا تفوّر كل الاتساخات بتاعتِك، ربع ساعة كده وتطلّعيها على النار. أنا شِلت الطبق الستانلس الكبير ده وحطيته على النار، أول ما غلي هدّيت النار شمعة. وسِبته بقى كده زي زمان، فاكرين زمان كانوا أهالينا وجداتنا وجدودنا طبعًا قدماءنا يعني كانوا بيغلوا الهدوم البيضا، وده على فكرة يعني حاجة جدًا، جدًا حلوة بتخلّي الهدوم البيضا تطلّع كل الاتساخات اللي فيها، مع الحاجة اللي إحنا المكونات اللي إحنا حطيناها. هتشوفي المَيّة دلوقتي، أنا ما صدّقتش صراحة، لمّا شُفت كمية الاتساخات اللي في المَيّة واصفرار اللي في المَيّة، ما صدّقتش إن دي كمان طالعة من الهدوم. عايزة أقول لكم وحياة ربنا الهدوم طالعة بتنوّر. تحفة جدًا، جدًا. هتبدئي تقلّبي كده، أنا بس باورّيكِ بس المَيّة وصلت لفين. أنا طبعًا سِبتها ربع ساعة تغلي على النار، وسِبتها برضه منقوعين من بالليل لتاني يوم الصبح، يعني الصبح الضهر كده يعني على بال ما نصحى. المهم هنبدأ بقى كده زي ما أنتِ شايفة، باورّيكِ طبعًا الهدوم بدأت تعمل إزاي. معلقة خشب وابدئي كده قلّبي الهدوم كلّها مع بعضها، ومع الإيه، المكونات الخطيرة اللي إحنا عملناها مع بعضها. شايفة المَيّة بقى عاملة إزاي؟ طبعًا بعد ما هديت خالص صفيتها كويس جدًا، وباوريكِ لون المَيّة اللي طالعة من الهدوم. والله منظر المَيّة بجد، بجد كان صعب جدًا، كمية اتساخات واصفرار صعبة جدًا. هنجيب بقى الغسالة بتاعتنا القمر دي، ونبدأ نفرفط الهدوم قطعة، قطعة برضه خدي بالِك، قطعة، قطعة. امشي على الخطوات بالضبط لو عندِك هدوم بقى لها سنين، والله هتبقى بُصّي بتنوّر كده في الضلمة. وتبدئي تحطيهم قطعة، قطعة، وفي نُص الكمية هتجيبي كوباية كبيرة من المسحوق بتاعِك، وهو الأوكسي برضه اللي باللافندر. وهاضيف عليه مكون برضه ما فيش أي مشكلة، مش هيضرنا بل هيفيدنا، هيخلّي الهدوم بُصّوا تزهزه كده. وتكمّلي بقية الهدوم بتاعتِك، وتجيبي معلقة كبيرة أو معلقتين من الصودا قاش. أمنة على الغسالة ما تخافيش مش هتعمل فيها حاجة. طبعًا إحنا هنحط معلقتين وبعدين إحنا مش هنغسل الأبيض كل يوم يعني. مش هيأثّر ولا أي حاجة، هترشّيها كده على الهدوم. طبعًا ما اكتفيتش بمعلقة، حطيت 2. طبعًا النضافة حلوة بقى. طبعًا طالما لمّينا كل الأبيض اللي في البيت يبقى لازم ندّي له غسلة محترمة. ونشغّل بقى الغسالة بتاعتنا الإيه، العادية دي، طبعًا على البي، وهندّيها درجة حرارة وندّيها تشغيل عادي، وتاخد وتدّي بقى كده إيه، حطيتها على ال50 لإن أنا طبعًا كنت غالية الهدوم، فخلاص إحنا مش محتاجين الغليان اللي هو فوق اللازم يعني. تمام. وهاشوف كده طبعًا هنزوّد بقى المَيّة للغسالة زي ما إحنا متعودين في الفيديوهات اللي فاتت، كنت قايلة لِك إزاي تشغّلي الغسالة وإزاي تخلّي الهدوم بتاعتِك حتى لو ألوان أو بيضا تبقى تنوّر، وإزاي تستخدمي الغسالة بتاعتِك كويس. المهم زي ما أنتِ شايفة كده، طبعًا أنا اتطمنت إن المَيّة شايفاها قدّامي، ما باطمنش إلا لمّا باشوف المَيّة قدّامي. باساعد طبعًا الغسالة باحط لها إزازتين من المَيّة اللي هي اللتر أو ال3 لتر عادي، يعني ممكن أحط 3 لتر أو 2 لتر حسب كمية الهدوم الموجودة. وده بقى كان منظر الهدوم طبعًا. بنوتة الجميلة ربنا يهديها طلعت نشرتهم كده، طبعًا ما نفضتهمش ولا حاجة، لكن عايزة أقول لكم كانوا تحفة، تحفة، تحفة ومنورين. طبعًا الإضاءة كان بالليل، لكن ما شاء الله الهدوم زاهية وجميلة. نسيت أقول لكم إن أنا حطيت طبعًا قبل الشطفتين الأخرى حطيت معلقتين 3 من الزهرة الزرقا العادية جدًا بتاعتنا، وحطيت عليهم كمان شوية من الإريال، دوّبتهم وحطيتهم في الغسالة، ودي النتيجة روعة جدًا.